يا صباح الفل او مساء الفل، ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. غبت عنكم كام يوم، بس انا خدت دور صعب جدا جدا، ما كنتش عارفه اتكلم، وده يمكن كان واضح في اخر فيديو. بس النهارده هشارككم حاجات كتيره قوي. أنا بصراحه كنت يعني مسجله الفيديو، كنت عايزه انزل كل يوم فعلا فيديو، بس للاسف انا ما كنتش عارفه اتكلم خالص. فقلت خلاص، يعني اول ما صوتي يتحسن، بعد ما صوتي اتحسن بقى يعني حصل كام حاجه كده ورا بعض، فبصراحه ضيعوا لي الوقت جامد جدا، بقيت مش لاحقه. حاجات كتير قوي كنت عاملاها وكنت عايزه انزلها لكم بس ما لحقتش. طيب انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بعمل بسلق مكرونه. انا بصراحه ورايا كان كذا مشوار، كام يوم كده ورا بعض، ومشاوير كبيره قوي يعني، ومجهود كبير وكده بصراحه. المهم ان انا ايه، هقول لكم بس انا هعمل ايه دلوقتي. ده انا جهزت لنفسي الفطار. بصوا الفطار دوت الطعميه والبتنجان، انا عاملاهم في البيت مش مشترياهم، حطاهم في الاير فراير هما والبتنجان، والبتنجان والطعميه والفلفل. الطعميه زي ما انتم عارفين انا كنت عاملاها ومفرزاها معاكم، وده يمكن كان واضح، اللي ما شافش بقى الفيديوهات اللي فاتت يشوفها هيعرف انا عاملاها ازاي. وفطرت بقى الفطار المتين، وكملت الاكل اللي انا كنت بعمله. زي ما انتم شايفين عملت صلصه ورز، طبعا باين انا بعمل كشري ودي الدقه، ودي البصله المحمره، ودي سلقت المكرونه، وكمان عملت العدس بجبه سلقته. بس كده هبتدي بقى هلبس وانزل، علشان هشارككم كده انا رايحه فين. بصراحة أنا في اليوم ده عملت أكتر من مشوار، بس هشارككم بواحد منهم الفيديو ده، والتاني هشارككم بيه الفيديو اللي جاي إن شاء الله. هو إيفون. أنا طبعا عضوة في إيفون، وبجيب كل شهر أوردرات. تعالوا بقى نشوف الشهر ده الأوردر بتاعنا إيه. في حاجات ليا وفي حاجات يعني للعملاء اللي بيطلبوا مني من على جروب الفيسبوك بتاعي. ولينك الجروب انا هسيبه لكم في اول كومنت مثبت. طبعا بيرفيوم ليتل بلاك دريس، يعني ما حدش بيقدر يقول عليه كلام، تحفه. تومورو دوت شاور للبنات اللي في سن المراهقه، مناسب جدا لتغيير الهرمونات عندهم والكلام ده كله. وده قلم تحديد العيون ازرق، انا كان عندي الاسود وجبت الازرق، جبت منه 2، واحد ليا وواحد اللي برضو بنوته كانت طالباه مني. وطبعا بيرفيوم فراوي، ايفون فراوي، يعني يمكن من اشهر الحاجات اللي موجوده في ايفون. فراوي، ودي اللي هي 10 مللي عليها خصومات عاليه جدا وحلوه ولطيفه، بتتحط في الشنطه، سهل ان انت تاخديها معاكي في اي مكان. نيجي بقى لللوشن. اللوشن بتاعت ايفون بتعجبني ان هي بروايح البرفم. دوت بقى الكريم، الهاندل كريم، فيه بالكاكاو وزبدة الكاكاو والافوكادو، والاتنين حلوين جدا. يعني دي برضو ميزتها ان هي حجمها صغير، تحط في الشنطة. طبعا داخلين على الشتاء بقى وعايزين ترطيب للايد طول الوقت. مزيلات العرق برضو بروايح البرفم. في انا جبت بلاك سويت وبلو بلانكا، واتنين بلاك سويت، واحدة سيكرت وواحدة رول تقريبا او ريل. واحدة سيكرت واحدة ريل. التلاتة بصراحة روايحهم تحفة. طب يلا بقى دلوقتي يعني ده كان بقى جزء في يوم تاني خالص. انا كنت عايزة اعمل لشعري حمام زيت، واستخدم فراغة الزيوت. بصراحة يعني انا مش عارفة ازاي ما جبتهاش من زمان. بأمانة يا جماعة، اللي ما جابش فراغة الزيوت لا بجد لازم تجيبوها لو انتي بتحبي تعملي لنفسك حمام زيت يعني. بصراحة سهلت عليا توزيع الزيت بدرجة مش عادية. انا حاسة ان دي اكتر مرة في حياتي انا عرفت اعمل لشعري حمام زيت حلو قوي. بمعنى مفيش اماكن حاطة فيها زيت كتير واماكن فيها زيت قليل، لا الزيت متوزع على الشعر كله. اللي انا حطيته ده مجموعة زيوت لكل حاجة، للإنبات وللتطويل والتتقيل، كل حاجة انتوا ممكن تتخيلوها يعني، محطوطة كده في ازازة على بعض.
حطيت منها طبعا، دفيت الزيت شويه وبعدين صبيت فيه العبوه اللي هي فرغت الزيوت دي، وبدات اسرح شعري. شايفين يعني بصوا اللمعه دي دليل على ان شعري كله يعني اتحط عليه من الزيت بالشكل ده. وهبتدي بقى هغطيه. مهم جدا لما نعمل لشعرنا حمام زيت نغطيه. ليه؟ لانه بيكون طبعا بسبب الزيوت اللي احنا حاطين عليه بيلم اتربه وده يضر الشعر، فالافضل ان احنا نغطيه. كنت نزلت صورة لشعري قبل وبعد، يعني لما كنت قصاه قصير جدا وطول الفترة اللي فاتت. والناس فاكرة ان انا مش بقص شعري رغم ان هو طول. يعني انا بقص شعري على طول، انا كل شهر بقص شعري. وده القص اللي انا قصيته من كام يوم. انا عايزة اقول لكم ان انا على طول بقص شعري، بقص من حوالي من 3 4 5 سنتي. بيحسن جدا جدا النمو والتغذية في شعري، بحس ان هو بيبقى صحي اكتر. كل ما بقصه بحس ان هو يعني بيظهر جماله اكتر، مش كطول لكن انا بتكلم كتغذية. بحس ان التغذية بتوصله بشكل اسرع وكمان بيطول اكتر، يعني كل ما بقصه بيطول اكتر. يلا بقى هعمل ماسك لوشي دلوقتي، عبارة عن نشا ولبن بودرة وعسل ابيض. التلاتة دول يعني بصوا هايلين 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 للبشرة. تأثيرهم حلو جدا. ووقتي يعني انا اول ما بعمل الماسك بلاقي نتيجة هايلة جدا بعدها مباشرة. ايه نوع ايه الحكايه تعملي حمام زيت لشعرك وماسك لوشك؟ يا جماعه ما احنا لازم نهتم بنفسنا زي ما بنهتم بالبيت وبالعيال وباللانش بوكس وبالاكل وبالشرب وبالتنظيف. بصراحه انا عايزه اقول لكم ان اليوم ده انا ما عملتش حاجه في البيت، يعني ولا البيت اتروق انا بقول لكم بصراحه ولا مثلا غسلت ونشرت ولا عملت اي حاجه. يعني هم كام ساعه اللي العيال راحوا فيهم المدرسه وانا ببقى قاعده لوحدي وبعمل فيها حاجه البيت في اليوم ده، انا قررت ان انا اخليه اهتم بيه بنفسي، لانه يعني نفسنا ليها حق علينا. بصوا يا جماعه، هو التنظيف ما بيخلصش والترويق ما بيخلصش والغسيل ما بيخلصش والمواعين ما بتخلصش، كل حاجه ما بتخلصش يعني. فلو في يوم احنا ما عملناش حاجه دي بس عملنا حاجه لينا، احنا هننبسط ونبتدي نكمل بقيه ايامنا الحاجات اللي احنا بنعملها للبيت يعني واحنا كده مبسوطين. طب قبل ما الكلام ياخدنا، انا حطيت معلقه عسل. انا حطيت معلقه كبيره بس هو المفروض كانت معلقه صغيره، حسيت معلقه كبيره كتيره قوي على الماسك دوت. ومعلقه نشا، بس معلقه نشا هرميه، لان انا في الاول حطيت معلقه نشا صغيره وبعدين رجعت زودت تاني. فمعلقه نشا هرميه، معلقه لبن بودر هرميه برضو، وهنحط معلقه عسل صغيره ومعلقه ميه. معلقه ميه بس، يعني بصوا معلقه ميه بالظبط اهو. هبتدي بقى ادمج ده كله مع بعضه. يعني هيبقى عامل يعني زي حاجة لزجة كده، طبعا عشان العسل بيخليه لزج. طبعا يعني نبقى بقى لابسين هدوم مستغنين عنها تكون مثلا يعني مش حاجة سهل ان البقعة تبان فيها او كده، يعني لان طبعا الماسك هيبتدي ينقط علينا والكلام ده كله، بس عادي عادي يعني مفيش مشكلة. او في النهاية يعني ده لبن ونشا وعسل، كأننا كنا بنطبخ والهدوم اتوسخت. بس انا بس دايما اقول لكم علشان بس تبقوا عاملين حسابكم. لو تلاحظوا انا زودت معلقه نشا اهو، لان انا في الاول كنت حاطه معلقه نشا صغيره، فانا زي ما بقول لكم من الاول كده هنحط ايه معلقه نشا هرميه كبيره، معلقه لبن بودر هرميه كبيره، معلقه عسل صغيره، معلقه ميه. كنت مبسوطه جدا وانا يعني بعمل الماسكات دي لنفسي وكده. يعني بصراحه حسيت ان انا ايه عارفه بقول لنفسي شكرا شكرا كده على احنا مساعد يا جدعان ما دخلت المدارس واحنا متظبطين حقيقي. يعني نوم قليل مع الاسف، يعني لسه ما ظبطتش نومي. ارهاق، صداع، حاجات كتير بقى مش متظبطه، لان انا اصلا كمان دخلت على الدراسه من غير ما اجهز حاجات من قبلها. دلوقتي بقى هحط الماسك كده على وشي بالراحه خالص، هحط على وشي كله.
تحسوا ان يعني وانا بسجل الصوت بتاع الفيديو التليفون يرن، معرفش ايه، يعدي من تحت العمارة يعمل صوت، اللي هي الناس اللي بتقعد تنادي دي، باب يخبط، مش فاهمة في ايه. يعني هم بيحللوا كل حاجة تحصل اثناء ما انا بسجل الفيديو. يعني عشان احط شعار، طب يا جدعان مش عارفة اعمل، اشيل بكل فيش التليفونات واقفل. يعني طب انا مش هقدر اقفل الشبابيك، يعني حتى لو قفلت الشبابيك برضه صوت الناس اللي في الشارع بيطلع، يعني مع الاسف. ما علينا. المهم بقى عماله اهو بحط في الماسك على وشي. الماسك ده حلو جدا زي ما قلت لكم، لشد الوش، للنضاره. البني اللي على شعري عمال يتزحلق شلته خالص وريحت دماغي عشان ايه اعرف احط واكمل. بصوا انا عماله انقط، عشان كده بقول لكم نحط معلقه عسل صغيره مش معلقه كبيره. المهم ان انا بقى زي ما بقولك كنت مبسوطه قوي كده، ان انا بروق على نفسي وبتاع، وحسيت ان انا جددت نشاطي بدرجه مش طبيعيه. يعني انا عايزه اقول لكم انا مش من الناس اللي بهمل في نفسي، بس يعني ممكن اكون قصرت في نفسي من وجهه نظري. يعني من وجهه نظري مثلا انا في حاجات روتينات انا بعملها اسبوعيا، روتينات انا بعملها يوميا. انا من ساعه ما دخلت الدراسه بواظب مثلا يوم او يومين لا، يوم او يومين لا، على الروتين اليومي. الاسبوعي، الروتين الاسبوعي تقريبا ما عملتوش غير مره واحده من ساعه ما الدراسه دخلت. فانا بالنسبه لنفسي، يعني في قرارة نفسي كده لما بقارن نفسي بنفسي، مش بقارن باي حاجه تانية، لا حاسه انا مقصره في نفسي. اوكي، لكن يعني مش مقصره في نفسي لدرجه ان اللي قدامي يحس ان انا مبهدله، ان مثلا جوزي يحس ان انا مبهدله. لا خالص، الحمد لله، شكرك يا رب. يعني جوزي دايما شايفني ان انا يعني وشي متظبط طول الوقت، وبشرتي تمام جدا طول الوقت، شعري تمام جدا طول الوقت، شكلي ومظهري العام، اهتمامي بنفسي، بجسمي، بريحتي، كل ده. يعني هو دايما يعني حتى يعني بيقول، يعني انا جوزي من الناس اللي بيتكلموا، مش بيشوفوا الحاجة وبيسكتوا، لا يعني يقول لي الله انت دايما بشرتك ناعمة حلوة، انت شعرك لونه ناضر كده وصحي، مش عارف ايه. يعني هو بياخد باله، وكل الرجاله على فكره بتاخد بالها، سواء هو بيتكلم او ما بيكلموش. يعني ابني ذات نفسه يعني دايما يقول لي الله يا ماما انتي شكلك حلو، انتي مظبطه التسريحه دي حلوه عليكي، مش عارف ايه. لان انا من الناس يعني بحب دايما التغيير، وبحاول اخلي بالي من نفسي، حتى لو انا في بعض الاحيان بشوف نفسي ان انا مقصره في نفسي، بس انا مش بهتم بنفسي زياده عن اللزوم. بس انا عندي حاجات دوريه بعملها يعني مثلا كعب رجلي لازم يبقى زي الفل طول الوقت. دي مش حاجه بقى لازم استنى لها. يعني انا في كل شاور كده على السريع بدعكه خفيفه، لكن ده غير المره اللي بعملها مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين، انا بنقع رجلي بقى والكلام ده كله. مثلا شعري في الغالب دايما بعمله حمام مثلا زيت، او حمام كريم، او ماسك كريم. مثلا في الغالب كل اسبوع. لو قصرت اسبوع ولا 2 مش بيأثر على شعري قوي، يعني بيفضل برضو شعري نضر وصحي والكلام ده كله، لان انا بواظب طول الوقت. يعني في حاجات انا ممكن تقع مني، بس هي مش بتبان ان هي يعني مش بتأثر عليا بالسلب لما بتقع مني، بس بتضايق، يعني بحس ان انا قصرت في نفسي. يعني ضوافري كذلك، كعب رجلي كذلك، بشرتي، انا ما بحبش الهدوم مثلا اللي اطبخ بيها اقعد بيها جوزي يشمني كده يلاقيني ريحتي طبيخ، ولا عيالي يشموني يلاقيني ريحتي طبيخ، لا خالص. دايما كمان حتى لو هبتدي اعمل اي حاجه جوه البيت، باخد شاور الاول واحط المزيل بتاعي والكريمات بتاعتي، واحس ان انا ريحتي حلوه كده ونظيفه كده قبل ما ابتدي اشتغل في اي حاجه، عشان احس ان ليا نفسي اعمل حاجه اصلا. هدومي لو انا مثلا حسيت ان انا حرانه جدا اثناء اليوم، انا بعمل حاجات في المطبخ والكلام ده كله، لا انا ممكن اغير في اليوم 2 3. المهم ان انا تبقى ريحتي زي الفل، وده بيخليني اعاني من غسيل كتير قوي بصراحه. بصوا بقى هنا، ده انا هعمل برضو الروتين الاسبوعي لرجلي، وكان من ساعه ما دخلت المدارس لسه ما عملتوش. يعني بس انا يعني مواظبه على ان انا بالحجر على السريع في كل شاور، بس الصح يعني اللي هو بيدي ترطيب اعلى للقدم
طبعا هو زبده القدم اللي انتوا شايفينها دي. فانا هحط ميه دافيه وهدعك رجلي بعد ما انقعها يعني حوالي مثلا ربع ساعه. هعملها بالحجر. وده هنا املاح الباديكير. انا طبعا املاح الباديكير دي بقى انا عايزه اقول لكم ايه، بتفور كده اي حاجه وبتسهل عليا جدا وانا بعمل الحجر. املاح الباديكير طبعا انا جايباها من سيلا، وزبده القدم برضو انا جايباها من سيلا. بس كده هبتدي بقى يعني شايفين كده الفوران اللي بيحصل. عايزه اقول لكم هي طبعا الميه ملونه لان هي الاملاح نفسها ملونه يعني لونها اللبني في اصفر مش عارفه ايه كده يعني شخلعه يعني. طبعا نقعت رجلي حوالي مثلا ربع ساعه ولا حاجه، وهبتدي بقى بالحجر كده اديها دعكتين تمام كده على السريع. طبعا عشان انا مواظبه على الكلام ده كل فتره، حتى لو طولت متبقاش فتره كبيره قوي يعني، فالموضوع بيبقى على السهل يعني. طبعا بقى خلاص نشفت رجلي وكده، هحط بقى زبده القدم عشان تخليها طريه وناعمه. شايفين يعني انا مش عارفه الكاميرا مبينه ان قد ايه كعب الرجل يعني. بصوا قشطه قشطه بيلمع كده يعني بصوا فعلا الجلد بقى زي البيبي بامانه. لا يا بجد يا جماعه بصوا الاهتمام بالقدم بيرفع من نفسيه درجه مش عايزه اقول لكم. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون شجعكم ان انتوا تهتموا بنفسكم زي ما بنهتم بكل حاجه في حياتنا وفي البيت. وان شاء الله هكمل معاكم روتيناتي اللي انا بهتم بيها بنفسي.